شاء الله في الكورس بتاعنا هنتكلم عن مايكروسوفت اكتيف دايركتوري انترودكشن. هنتكلم مع بعض في رحله سريعه from A to Z الفرق ما بين ال 10 15 جروب او يوزر اللي احنا اتكلمنا عنهم في شركه صغيره، ان هم لو بقوا 100,000 يوزر 100,000 جهاز ازاي هقدر امانج كل اليوزرز دول كل الاجهزه دي من خلال الاكتيف دايركتوري. هنعرف مع بعض يعني ايه اكتيف دايركتوري، يعني ايه دومين، يعني ايه دومين كنترولر، يعني ايه سايت، يعني ايه سايت لينك، ايه الفرق ما بين الدومين كنترولر والريد اونلي دومين كنترولر، يعني ايه جروب بوليسي بستخدمها ازاي اتحكم في الاوثنتيكيشن، ايه هي طرق الاوثنتيكيشن، ايه هي الباسورد بوليسي. كل دي مصطلحات ان شاء الله مع بعض في خلال الكورس بتاعنا هنبدا نمر عليها 1 باي 1 ونبدا نشرحها. ان شاء الله يبقى في جزء نظري اللي هنشرح فيها المصطلح نفسه ونبدا نكسرهم مصطلح بحيث انت تبقى فاهم المصطلح from A to Z. بعد كده هنبدأ نشوف الكلام ده بجزء عملي من خلال لاب، هيبقى عندنا لاب هنطبق عليه الكلام ده وتبدأ تشوف الحاجة عملي ازاي بتحصل، الكلام ده بقدر اعمل له انستليشن ازاي. كل ده مع بعض ان شاء الله هنشوفه في السيشنز او في المحاضرات الجاية بإذن الله، في الفيديوز الجاية بإذن الله في كورس مايكروسوفت اكتيف دايركتوري انترودكشن.